ولسه بقى مكملين في سلسلة بسكوتات العيد، عملنا مع بعض نوعين من البسكوتات وهاسيبهم لكم في أول تعليق مثبت، وهو بسكوت النشادر وكمان بسكوت الزبدة. النهارده بقى هنعمل أقرب بسكوت لقلبي ولقلبكم، وهو البسكوت اللي بدون بيض. بجد بسكوتاية دي حلوة جدا، طعمها حلو للناس اللي عندها حساسية والناس اللي ما بتحبش البيض كتير زي حالتي. النهارده بقى هنعمل البسكوتة دي يعني بأبسط طريقة، كل اللي هيشوفها أو اللي هيدوقها مش هيصدق أبدًا إن البسكوت ده من غير بيض. شايفين الجمال والطعامة؟ يالّا بقى بسرعة كده لايك وشير للفيديو، ويالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، أول حاجة كده معايا كوباية إلا ربع من السكر البودر، والسكر هنا مضبوط جدًا، حابة توصّليها لكوباية تمام ما فيش أي مشكلة، بس هو كده مضبوط. معايا كوباية من السمنة عايرتها كده وحطيتها في التلاجة شوية، يعني تكون ساقعة، تمام كده؟ وأبدأ أنزّلها بالشكل ده. حابة تبقى خليط بين الزبدة والزيت، السمنة والزيت براحتك خالص وزي ما أنتِ حابة، وأي نوع سمنة متوفر عندِك استخدميه، سمنة بلدي، سمنة نباتي، خليط بين الاتنين براحتك خالص والمتوفر عندِك استخدميه. هنا أنا حطيت فانيليا، حابة تحطي بقى ريحة برتقان، ريحة موز، أي حاجة من روايح البسكوت اللي متوفرة في الأسواق. هتحطي معلقة صغيرة لإن إحنا هنعمل مقدار نُص كيلو، تمام كده؟ وواحدة واحدة كده بمضرب يدوي هنبدأ إيه، نشغّل كده الزبدة بتاعتنا أو السمنة بتاعتنا لإنها ساقعة شوية زي ما أنتم شايفين، واحدة واحدة كده، وبعد كده هابدأ مع التحريك هتشتغل معاه. حابة تضربيهم بمضرب كهربا، حابة تحطيها في العجّان براحتك خالص، أنا عملت لِك الأسهل، حاجة كده من غير أدوات ومن غير أي حاجة والنتيجة بتاعتها حلوة وسهلة، وإن شاء الله هتكون المكونات متوفرة عندِك في البيت. هافضل أضرب فيهم بالشكل ده لحد ما يبقوا معايا ناعمين كده. بعد كده هاحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر وأبدأ إيه، أقلبها تاني مع الخليط ده. خلاص هنا دور المضرب خلص معايا وهاشتغل بالمعلقة، تمام. أفضل أقلب كده أقلب لحد ما يختلطوا معايا. بعد كده هاضيف كوباية إلا ربع من الحليب بالتدريج، واحدة واحدة كده، هي مش هتختلط أوي مع السمنة، لكن هتبقى واحدة واحدة كده هنلمّهم كلّهم مع بعض، لكن يعني حاولي بقدر الإمكان كده. لكن لو مضرب كهربا أو في العجان هتختلط طبعًا بسرعة، لكن بالطريقة اللي إحنا بنعملها دي مش هتختلط أوي، لكن هتبقى شغالة يعني. تمام، وكمّلت بقى بقية الكوباية إلا ربع زي ما أنتم شايفين، خلطتهم على قد أمّا قدرت. بعد كده هاضيف نُص كيلو من الدقيق بالتدريج، ونُص كيلو دقيق يعني إيه، يعني 3 كوبايات كبار مليانين هرميين، يعني عاليين كده فوق، تمام، من مَج الشاي بتاعنا العادي أبو إيد أو الكوب المعياري، وبالمعلقة. بُصّوا مش عايزة عجن تمامًا، أنا عايزاكِ تشتغلي فيه بالطريقة اللي أنتِ شايفاها دي. ليه؟ عشان ما يبقاش العجينة معاكِ مطاطية كده، لأ أنا عايزة العجينة ما لهاش عرق خالص، فبالتالي بُصّوا باقلّبها، يعني أنا مش باعجن خالص ومش هتحطّي إيدِك فيه، يا دوب هتلمّيه بس. شايفين سهل إزاي؟ سهل خالص وما فيهوش أي حاجة. هالِم كده بالمعلقة لحد ما تتكوّن معايا عجينة. طبعًا احتاجت منِّك شوية حليب ممكن تضيفي لها، وممكن كمان بدل الحليب ده تضيفي برتقان لو أنتِ حاباها بالبرتقان، براحتك خالص وزي ما أنتِ عاوزة. شايفين العجينة عاملة إزاي؟ هي كده تمام معايا وجاهزة، ودلوقتي هاشكّلها. شايفين بقت عاملة إزاي؟ ناعمة كده لكن ما فيهاش عرق تمامًا، ناعمة وطرية كده وما فيهاش عرق. بعد كده بقى هابتدي أشغّل المكنة بتاعتي وأقطّع البسكوت. بُصّوا البسكوتة بتنزل بكل سهولة والرسمة بتاعتها موجودة إزاي. البسكوتة ناعمة وحلوة خالص. على فكرة بقى لو حابين تعملوه في كيس الحلواني هتنقّصي من النُص كيلو ده نُص كوباية من الدقيق، تمام كده، عشان تقدري تحطيه في كيس الحلواني. ساوي بقى بالشكل ده، وطبعًا معاكِ بقى سكينتِك اللي ما تستغنيش عنها عشان تساوي أي بسكوتة تكون طويلة كده، عشان تخلّيهم كلّهم سِوَى واحد. والصينية دي مش مدهونة زيت ولا سمنة ولا أي حاجة، حطّي الصينية كده على الناشف، تمام كده. شايفين كده أوضح؟ أي بقى بسكوتة طويلة بالسكينة هابدأ إيه، إن أنا أساويها، أهو بالشكل ده لحد ما أخلّيهم كلّهم كده إيه، شكل واحد.
طبعًا حُطّي بقى الرسمة اللي تعجبِك، المكنة دي بيبقى معاها أمواس كتير أهو زي ما أنتم شايفين، أي موس أو أي نقشة تعجبِك استخدميها، أنا باحب النقشة دي جدًا، وعايزة أقول لكم إن الفرن بقى طبعًا في المرحلة دي أول ما بابدأ أشكِّل كده في المكنة، باسخّن الفرن على درجة حرارة 180، 180 اللي هي درجة حرارة الكيك اللي بندخّل عليها الكيكة بتاعتنا عادي خالص، تمام، بيبقى في الرف الوسطاني، لو عندِك الإمكانية إن أنتِ تشغّلي فوق وتحت شغّلي، لو ما عندكيش يبقى هتشغّلي تحت بس لحد ما يستوي كده وياخد لون، بياخد لون بسرعة خالص، الحاجات دي بنقف جنبها ما بنسيبهاش، تمام، أول ما يستوي كده وياخد لون وهو في الرف الوسطاني بنروح طافيين من تحت ومشغّلين من فوق ياخد لون من فوق، بس كده وأول ما بيخرج من الفرن مش بنحرّكه على طول من الصينية لحد ما يبتدي يمسك نَفْسه كده، شايفين البسكوتة عاملة إزاي؟ بجد والله بسكوتة حلوة جدًا، والأحلى إن هي بتدوب في الشاي، يعني بتبقى دي مشكلتنا في العيد، البسكوت اللي بيبقى ما بيدوبش في الشاي، لأ بُصّوا البسكوتة دي هشة إزاي،